سلام الله عليكم. نصيحة لإخواني اليمنيين جميعا وبالذات اللي متواجدين في منصة التيك توك. وصلنا فيروس جديد يفتح بثوث مباشرة اللي هو علي شختك بختك، تلحد ما تلحد انت وبختك، بمساعدة العلامة علي الجحوري أبو راس كبير 50 كيلو على الفاضي. أنا أشهد إنه فاضي، بحسب إن داخله معلومات يا ولد زنبقة، طلعت إنسان حتى أنت ما عندك عقل. هذا علي البخيتي يا جماعة إنسان منتهي الصلاحية، إنسان ملحد، إنسان ينكر وجود الله ويقول إن القرآن تحرف. يعني هذا بالله كيف بتقنعه؟ يقول لك أنا إنسان ملحد، تجيب له دليل من القرآن وتقول إن الله موجود، يعني ما بتقدر تقنعه. يقول إنه بالعقل ألحد. فالواحد يعني بيجي يتكلم معه كلام بالعقل ما بتقنعه، والله العظيم ما بيمشي إلا في راسه. إنسان تبع الدراهم، إنسان ضحك على الأحزاب في اليمن، كيف بتجي أنت يا أخوي تقنعه؟ ما تقدر تقنعه. هذا كان مدعوم من أحزاب في اليمن، راح من حزب لا حزب لا حزب، لا ما كملت الدراهم رجع هاجر من اليمن. وين راح؟ راح عند بلاد اليهود تبع الماسونية الآن يدعموه. اسمعوني يا أخواني اليمنيين، هذا الرجال انتبهوا منه، نصيحة أخ. وانت يا علي الجحوري بتتحمل ذنوب الناس بسبب البثوث المباشرة اللي تشارك فيه. إذا كان إنسان عاقل وواعي يقدر يطلع يناظرك، ما بتقدر تتكلم معه ولا بتناظره. ليش؟ لأنه بيفلجك وبيوريك طريق الحق. بس أنت تفتح بثوث مباشرة وتبى الناس يلحقوك، الناس الجهلاء اللي ما يعرفوا في الدين ولا يفقهوا في العلم شيء. فأنت تطلع أي إنسان يقلب في التيك توك الفيديوهات وطلبك قصة تطلعه وتقنعه بكلامك اللي هو أنت عندك علوم بسيطة في الثقافة، تقدر تلف وتدور في الكلام، بس أنك فاهم واعي في الدين حتى في الإلحاد. أنا أقول ما أنت فاهم، ما أنت عارف أنك ملحد وما أنت فاهم وش الإلحاد، بس تبى إيش؟ تبى دراهمات، نقصت عليك الدراهم وتبى تلعب على عقول الناس. أنت إنسان خربان وتبى تخرب اللي حولك. الناس اللي هم عقال وواعيين ومصلين ويعرفون أن الله موجود، والله خلقنا لعبادته. يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت قلت أن الإنسان وجد صدفة، سبحان الله، وتقول استمتعوا، أنتوا خلقتوا صدفة. طيب وش نهاية الصدفة؟ طيب في جنة ونار يا ابن الحلال، في قيامة. أنت إنسان منتهي، كيف يعني نستمتع وبعدين خلاص نموت ما عاد فيش حياة ثاني؟ يا علي البخيتي أفهم، إذا أنت تبغى تناظر إنسان ناظر إنسان عارف وعاقل وعالم، لا تجيش تناظر جهلاء يطلعوا معك في القسط وتديهم وتعطيهم على كيفك، تقنعهم بكلمة بكلمتين ثلاث. في هذا الكلام يعني ما هو مقبول. إذا تبغى تناظر ناظر إنسان عاقل وواعي. هذا اللي بوجه لك، واحذروا منه يا أخواني.